الزمالك هيواجه انبي النهاردة الساعة 7 في الدوري، وبيحتل الزمالك المركز الخامس ولعب 19 مباراة وعنده 33 بونت، ويحتل الانبي المركز الخمستاشر لعب 20 مباراة وعنده 17 بونت. خلي بالك الماتش ده يعتبر بروفة قوية جدا لنادي الزمالك قبل السفر للجزائر وملاقاة شباب بلوزداد في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويعتبر يعني الماتش ده لا يخلي الزمالك يكمل في البطولة لا يخرج، يعني ماتش حاسم من الآخر. والتشكيل المتوقع خلي بالك محمد صبحي في حراسة المرمى، وحمزة المسلوسي هيلعب باك يمين طبعا، ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد واحمد فتوح في خط الدفاع، ونبيل دونجا ومحمد اشرف روكا في خط النص، وسيف جعفر قدامهم، وزيزو ومصطفى شلبي ونجين، وهيلعب فورورد سيف الجزيري. خلي بالك التشكيل ده هو اللي هيبدأ بيه برضو ماتش شباب بلوزداد، يعني ده المتوقع بكره في انبي، وهو ده اللي هيبدأ بيه شباب بلوزداد. خلي بالك الزمالك ماشي في الدوري مش كويس، يعني المركز الخامس طبعا حاجه ما تليقش بنادي الزمالك، بس ايه يعني عندك الاهلي من 18 ماتش عنده 44، بيراميدز فيوتشر 20 ماتش 39، الاتحاد 20 ماتش 36، الزمالك 19 ماتش 33، يعني لو كسب هيبقى زيه زي الاتحاد، يعني رابع وخامس. لكن خلي بالك الزمالك يعتبر دلوقتي الكاس خرج منه، الدوري بعيد عنه خالص، يعني الاهلي لو كسب مؤجلاته هيوصل للنقطة 50، والزمالك لو كسب انبي هيبقى فرق 14 بونت بعيد جدا، والزمالك في الدوري او الاهلي في الدوري ماشي كويس. دلوقتي احنا عندنا مشكلة الزمالك اللي هو ان شاء الله ربنا يكرمه بقى في ماتش شباب بلوزداد، وده هيخليك اللعبة في ايدك، اللعبة كده في ايد اللعيبة، اكسب ماتش شباب بلوزداد تبقى موجود وتعدي دور المجموعات، خسرت وتعادلته انت مع السلامة، هيحصل فيك نفس اللي هيحصل مع الاهلي. خلي بالك يعني سان داونز كسب الاهلي ووصل للنقطة 10، هيروح هناك عنده بعد ما هيروح يلعب الهلال في السودان، هيريح مش هقول لك هيسيب الماتش، هيريح اللعيبه الاساسيه، كده كده الماتش اللي بعديه عنده القطن الكاميروني في جنوب افريقيا هياكله، فيوصل للنقطه 13، وكده كده صاعد وياخد معاه الهلال، عشان لما فريق زي النادي الاهلي يطلع ده حاجه كويسه، يعني مش بيريح نفسه. ما هو الاهلي لو وصل عدى دور المجموعات هيوصل للنهائي، والزمالك كذلك، فما تخليش اللعبة تحصل عليك تاني زي ما حصلت قبل كده الترجي ومولودية الجزائر، والاتفاق اللي حصل ما تحصلش معاك بقى، يعني حاول تحسمها انت، يعني يعني الخسارة تطلعك، التعادل هتطلعك برضو خلي بالك، لكن الفوز الوحيد هو اللعبة بتبقى في ايدك، لو خدت التلاتة بونت هيبقى عندك 7، وشباب بلوزداد عنده 6، وجاي لك انت المريخ على ارضك، مش محتاج حاجة تاني. اتمنى التوفيق للزمالك بكره في مباراة انبي، واتمنى له طبعا توفيق يوم الجمعة في مباراة شباب بلوزداد في الجزائر. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.